كيف تتبع نبي لا يقرأ ولا يكتب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الجميع، أهلا وسهلا ومرحبا. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عندنا استكمال في ردودنا على الشيخ الكبير علاء المهدوي أبو الاختبارات. اليوم إن شاء الله نأخذ مسألة جديدة يطرحها ويستشكل فيها على أهل السنة والجماعة، ألا وهي كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب؟ كيف تتبع نبي لا يقرأ ولا يكتب؟ هاي واحدة من المعجزات. شو انتم معجزاتكم بالعكس؟ هذاك مسألة واحدة قل النبي مسموم مات مسموم يقول لي معجزة، ما يعرف يقرأ ويكتب معجزة. شو هذا بالعكس النبي مالته؟ لا ليش؟ هذا بالعكس النبي مالتنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت مسموم وتكون هذه معجزة. هذه بالعكس. في كتاب مرآة العقول للعلام المجلسي المجلد الثامن الصفحة 196 يقول: الحديث التاسع كالسابق، ويدل على حسن العفو عن الكافر وإن أراد القتل وتمسك بحجة كاذبة. وظاهر أكثر الروايات أنه صلى الله عليه وآله وسلم أكل منها، أي أكل من الشاة المسمومة، ولكن بإعجازه لم يؤثر فيه عاجلا السم. وفي بعض الروايات أن أثره بقي في جسده صلى الله عليه وسلم حتى توفي به بعد سنين، فصار شهيدا، فجمع الله بذلك بين كرم النبوة وفضل الشهادة. فتبين لنا بأن العلام المجلسي كذلك أن المعجزات بالعكس، المعجزة عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم مات من أثر ذلك السم الذي بقي في جسده. لا ليش؟ هاي القرآن يقول هيك. شو يقول ما يعرف يقرأ ويكتب معجزة؟ أي وين هاي الآية؟ حلوة هاي الآية جديدة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيديك إذا لارتاب المبطلون. من عمره 40 سنة بعثة، يعني من 20 سنة نازل عليه القرآن ما نازل، فهل كان يقرأ للناس؟ لا. فما كنت تتلو الكتاب. أحسنت. ما شاء الله عليك يا شيخ علاء، هذا الذكاء وراثة ولا اكتساب؟ تقول أن المراد وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك والقرآن الكريم. مع الأسف أن علماءك ما يوافقونك على هذا الكلام. يقول جعفر السبحاني في كتاب معالم النبوة في القرآن الكريم الصفحة 325: وفي نفس الآية دليل بارز على أن الهدف منها هو نفي مطلق التلاوة والكتابة عنه صلى الله عليه وسلم. فجعفر السبحاني وهو من كبار علماء الإمامية يقول بأن المراد بهذا نفي مطلق التلاوة والكتابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس عن القرآن الكريم.